كان عندكم الماكينة اللي تعمل لي جوفر برا مدوها وإجا نوريكم الغوسيت متاع لي جوفر لي جوز بطريقة سهلة وبسيطة ويجيو ياسر بنان. كان تحبوا تعرفوا الطريقة تابعوني حتى لآخر فيديو وما تنساوش باش تابعوني على الانستغرام والتيك توك والفيسبوك واليوتيوب. حطيت لهنا مغرفة صغيرة خميرة الخبز 10 جرامات، نص كيس حليب دافي يعني 100 مليلتر، ومغرفتين كبار سكر ونخلطهم مع بعضهم. حطيت عظمة ورجعت خلطتهم، وحطيت زيادة 200 جرام فرينة غربلتها قبل ما نحطها، ورجعت خلطهم الكل مع بعضهم بالكدا. ونص الشاي خميرة الجاتو هي فيها 10 جرامات، أنا حطيت 5 جرامات وخلطهم الكل مع بعضهم. آخر حاجة حطيت 100 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة ورجعت خلطهم الكل مع بعضهم بالكدا بالكدا. وهذه التكستور متاع العجينة كيفاش لازمتها تكون بالطريقة هذه تويكا باش نغطيها ونخليها ترتاح مدة 30 دقيقة لين تخمر. وهذه العجينة بعد ما ارتاحت وخمرت، ناخو المغرفة اللي عبيو بيها الجلاس ونهز منها شوية مك الخليط هذاكا ونحطها في الماكينة الجوفر بعد ما سخنتها. ومن بعديك نحلها هكايا من الفوق بالمغرفة باش تجيني مستوية ومرتوبة. نسكر عليها ونخليها تطيب لين تحمر من اللوطة ومن الفوق، ونعمل نفس الحاجة مع الاخرين. كان تحبوا تجموا تاكلوهم هكاكا ولا تاكلوهم مع معجون ولا تعملوا كيف ما انا حطيتهم لهنا في الشوكولاتة بعد ما ذوبتها. وعندي لهنا حلوى ملونة خضرة وصفرة خلطهم مع بعضهم وزينتهم من الفوق. كان تحبوا تجموا تزينوا بالبيبيت دو شوكولا ولا امون ديفيلي ولا اي حاجة تكون متوفرة عندكم في الدار. وهذه كانت وصفتي لليوم. كان جربتوها وعجبتكم قولوا لي في الكومنتار، وإن شاء الله عجبكم الفيديو، ونتلقاو إن شاء الله في مزيد من الوصفات. وما تنساوش باش تحطوا لي جيم كومنتار وتبارطاجيو الفيديو.